السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف النهاردة موقف. أنا شايفة إن في ناس في حياتنا عاملة زي البونبوني أو الشوكولاتة، وفي ناس بتبقى يا إما ندلة، جبانة منافقة، بتاعت مصلحتها بوشين، وهكذا. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحكي موقف النهارده. الاستاذ ناصر هو بتاع مشويات، ففي واحده جارتنا اسمها ام سلمى شكرت فيه لناس قرايبها وقالت لهم ان هو بيعمل مشويات كويس. اتفقوا معاه على اكله كده، كانوا عازمين ناس، وبعد كده قالوا للاسف ان الشوي مش عاجبنا او مش حابين المشويات، رغم ان هو معروف ان ريحه المشويات بتبقى قلبة المكان كله وقلبة المنطقه، ومعروف ان هو نزيه وسمعته كويسه. فقالوا لهم خلاص يا جماعه، طالما الاكل مش عاجبكم وانتوا دقتوه لفوه هاتوه، ونتفق على السعر بقى، عايزينه مش عايزينه دي حاجه ترجع لكم. راحوا قالوا له طيب هنشوف الموضوع ده، وقفلوا السكه معاه كده. يستنى تاني يوم تالت يوم محدش جاب، ولا حد جه حاسبه، ولا حد فاهمين حاجه في اي حاجه. فلقيته بيقول للبت سلمى قولي لامك الفلوس ديت في رقبتي. قالت له ازاي؟ ملناش دعوه يا عمو، ده دول قرايبنا واحنا ما خدناش حاجه ولا خدنا حاجه. قال لها ازاي؟ دول من طرف امك، وانتوا طالما الاكل ما عجبهمش، ازاي ناس تاكل وتشبع وتبات يوم واتنين وما يدوناش حقنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. كده تمام تمام قوي. هنشوفه دلوقتي. الاستاذ ناصر بيمثل هيتهبل، بيقول ازاي ناس زي ما الرسول بيقول اعتل الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، لكن دول ناس ولا جم الاكل مش عاجبكم، طب هاتوه ونشوفوا التكلفة، واحد اتنين تلاتة وادفعوا، نشوفوا بقى انتوا كلتوا ايه ما كلتوش ايه، ويبقى في تراضي وجبر خاطر. لكن للاسف الناس دلوقتي بتاكل تقبل على نفسها الا من رحم ربي. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ناس جرحونا، بيقبلوا على نفسهم الحرام، بيقبلوا على نفسهم بس الحاجة الحلوة. بقى ناصر يقول ايه اللي جرى في الدنيا؟ الناس بتاكل كده وبتشبع، مال حرام؟ وانتي لو ما ساعدتيش ان انتي خدت حقك، او هاتي واحد اتنين تلاتة، اذا كنت اخواتي تحاسبوا هيضيع الفلوس عليه. فايه اللي جرى في الدنيا؟ تعالوا نشوفه مع بعض. ولو قلت مش مطلع حاجه اللي باخد فلوسها، يا عم كلمنا قبل كده يا عم. لا يا عم كلمني على كده. انت شفت الراجل اللي بيقول له هات لي اديني سنه؟ قال له طب بوس ايدي. قال له بوس ايدك عشان مية؟ قال له لا، ما انا بعد كده هبوس رجلي. انا بعد كده هبوس رجلي يا حبيبتي الجهاد. شفت يا عم الرساله اللي احنا فيها؟ وده من هنا من شويه ناس قيمه مرتبه يخلوك تطرح تعمل الحاجه اللي هقول بس. اتفضل يا عم الحاج، ده الصح بس. زي ما قال يا جماعة، لو اديتي فلوس لحد، حد طلب منك فلوس، بياخد بطيب خاطر وكلام معسل وكلام زي الفل. اول ما تبتدي تقول انا عايزة حقي واحد اتنين تلاتة، قسطه لأ وليه. وبتبتدي انتي كصاحبة الفلوس بتدي مبررات، معلش لو سمحتوا هاتوا جزء من فلوسي، اصل انا عايزة ابقى اعمل الحاجة الفلانية، اصل الحاجة العلانية. واخدين بالكم من الحتة دي؟ فللأسف نفوس مريضة. الفيديو كان طويل جدا بس أنا قطعت منه حتة، ملحقتش الحتة دي. الراجل ولا عارف يحاسبهم، ويتصل يقولوا له أيوة خلاص احنا جايين اهو نحاسبك. فيا جماعة إلا أكل الحق، يعني حتى ممكن هو يقول أنا عايز، مش عايز حقي، مش هاخد حاجة، لكن إلا كسر الخاطر وكسرة النفس. واحد واقف على رأيه، بيقول واقف في الحر دوت في وسط الفرن والغاز والأنبوبة بالشيء الفلاني ب100 جنيه، أو مش عارفة زادت بقت بكام. كل ديت فلوس، وبدفع مية ونور مية ونور وغاز للمحل بتاعي غير الإيجار. فكل حاجة متوزعة، فهم مستكترين الفلوس. لا إله إلا الله، بدفعها، هم عايزين ايه؟
انا بستغرب بس على ان حد ياكل حق حد ياكل. دلوقتي بنشوفه الاخ او الاخت بتطمح في فلوس اختها، بتطمح في الورث، بتطمح في البيت. بنشوفه حد قتل ابن عمه او بنت عمه عشان الميراث او عشان حتة ارض مش عايز يديها له. بقى في منافسة في على الاكل، على الشرب، على اللبس، وكأنها تبقى حياة باقية. الفيديو طويل جدا، و الاستاذ ناصر كمان محترم. يمكن الناس يقولوا ان هو قال الفاظ وحشة، لا هو مدرس ولسه ما طلعش عن معاش، يعني في رتبة مدير مدرسة او وكيل مدرسة، فهو صراحة سمعته كويسة ومربي اجيال. ولكن اما حد يا جماعة، اصعب احساس بيقتل النفس من جوه ان حد يعشمك بحاجة وما يعملهاش. هدفع الفلوس وما يجيبش، مثلا هقضيلك الطلب الفلاني وما يقضيش. فالإنسان بطبيعته بيبقى مستنظر أو متعشم في ربنا الأول، ثم العبد إن هو مثلا وعده إن هو مثلا هيديله المصلحة الفلانية اليوم الفلاني. فحتة الانتظار وتتعشمي وتقولي إن ده هو وعدني، أو حتة الوعد. فبفتكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، آية المنافق ثلاث. الموضوع كان كبير جدا، وأنا طلعت صراحة من المطبخ على صوت الأستاذ ناصر. هو هيتجنب بس ان يقولك ده ناس بياكلوا مال النبي، زي ما بنقول ان ناس اتفقوا معاه يعمل لهم اكل كلوه ومش عاجبهم. طب مش عاجبكم هاتوه، ما جابوش. طب بيدفعوا لي فلوسي، ما دفعوش. طب انتوا بتوصلوني مثلا اقل ادبي واطول لساني، ترجع تقول لا ده شوفوا ده قليل الادب، ده شتمنا، ده بهدلنا، احنا ما عملناش فيه حاجه والله. واخدين بالكم انتم فبيبقى ناس للأسف ولا عندها دم ولا عندها، بيبقى الدم اللي جواها دم بارد، رمي جتت. بتقبل على نفسها. فأنا الراجل طبعا دمه بيغلي، بستنظر اتصال رن عليهم محدش رد، بعت لهم مرسال محدش رد. فيا جماعة الساكت عن الحق شيطان أخرس. يعني افرض الأستاذ ناصر ده أو أي صاحب حق ما طالبش بحقه، يبقى الوضع ايه؟ يبقى الحال على ما هو عليه. الوضع ان هو يتاكل في الكرش. سكتي تبقي كيوت وأمورة وعسولة تطلبي بحقك في الزمن العكر اللي احنا فيه ده. ولو ان مش الزمن، النفوذ دلوقتي يعني. كان الأول يقولوا العقد شريكة المتعاقدين، دلوقتي يقولك ده إذا كنتوا اخوات اكتبوا كمبيالات، اكتبوا حاجة، قرايب، أي حاجة سجلوها. ليه؟ ده طيب ومحترم وأمير وما بيننا صلة رحم، كله على راسي. بس في الزمن ده ما مفيش نفسي، جوزي، عيالي، الطوفان. بعد كده ما محدش عنده سماحة وضمير لحد إلا من رحم ربي.